وبيبدأ انمي أسطورة الأبطال بمشهد غريب جدا. طفلة بتجري على جدها بسرعة في حقل صغير وهي بتنادي عليه، وفجأة بيظهر الحقل وهو بيحترق، وبنشوف واحدة بتتفرج على المشهد من بعيد، والمشهد بينتهي على كده. بيبدأ الانمي في دولة شمال إمبريا، وكان في حرب، وبيظهر قائد الجنود وكان اسمه درين، وقال لهم كملوا في السير. وبنشوف 3 جنود منهم جندية اسمها لافي، وكان الجنديين متغاظين من اللي اسمها لافي علشان انضمت للحرب بعد تدريب 6 شهور بس، يعني نص سنة. وكان جندي من الاتنين كان بقاله أصلا حوالي 8 سنين، ودوت كمان كانت رتبته ما زادتش، فعشان كده كانوا متغاظين منها متضايقين منها، وكانوا بيحدفوا على بعض تلج. وفجأة وهما بيحدفوا على بعض تلج وهما كمان بيقولوا لها يا مستجدة، ظهر لهم وحش من وراهم وكان هيهجم عليهم، ولكن بتضرب عليه لافي وبتهزمه. وبعد كده وهما ماشيين كانوا بيتكلموا عن واحد اسمه روغان دوت كان كل ما يروح مكان ويقضي على الوحوش والناس والنباتات والحيوانات، وكان بيتسمى بظاهرة الشفق علشان اللي بيحصل دوت. وبعد ما بيخلصوا الموضوع بتاع روغان وهم ماشيين وبيتكلموا، ال3 جنود دول بيشوفوا حفرة حديثة، والقائد كان بيقول لهم ارجعوا ما تبعدوش عن الجنود، انتوا كده بتعصوا الأوامر. بس وهم بيشوفوا الحفرة وشافوا وحوش دي اسمها وحوش الدرومي. وحوش الدرومي دي بتبقى وحوش بتسمم البشر، ولازم ياخدوا مصل او ترياق علشان ما يموتوش. وبيقولوا ما ينفعش نضرب على الوحوش من هنا، لازم نقرب علشان نضرب على الوحوش. وهم بيقربوا وبعد كده بيضربوا على الوحوش، وفجأة الوحوش بتهرب وهم مش عارفين ليه الوحوش هربت. ولكن بيروحوا يشوفوا المصابين ويلاقوهم 2 واحد وواحدة، وبيبعتوهم علشان ياخدوا الترياق. وبعد كده ال3 جنود بيخرجوا ويبصوا وهم مستغربين ليه الوحوش هربت، ولكن بيكتشفوا ان الوحوش هربت مش منهم ولكن من وحش ضخم. الوحش دوت بيهجم على القائد وبيخليه يتصاب، ولكن القائد بيقول لهم نرجع لأقرب كنيسة نحتمي بيها. ولكن لافي بتهجم على الوحش والوحش بيضربها ويوقعها، فبيتدخل الجنديين اللي معاها وبيهجموا على الوحش وذخيرتهم بتخلص، ويبقى الوحش هيهجم عليهم ويموتهم. ولكن لافي بتلاقي سيف جنبها وبتاخده وبتهجم على الوحش وبتموته وبضربة واحدة قاضية. وبيظهر مشهد بعد كده بتعتذر فيه لافي للقائد علشان ما سمعتش كلامه، وهو بيقول لها عادي، انا كده كده اصلا مش متصاب قوي، انا كده كده اصلا هما بلغوا في الضماد، اما انا مش متعور قوي، ولكن مش هقدر اشارك في الحرب لفترة. بيتكلم الجنود وبيقولوا للافي ان هم اتخصم من فلوسهم بسببها، ولكن هم مديونين ليها بحسائب بورش الشمالي علشان هي انقذت حياتهم. وبعد كده وهم رايحين ياكلوا، القائد بيقول لها خلي بالك ان اللي معاكي بياكلوا بشراهه ممكن يخلصوا لك الاكل. ولكن هم بياكلوا لقوا ناس بيقولوا لهم انه بقى في مجاعه ومحدش لاقي ياكل الا الطبقات العليا بس، وهو بيقولوا ان دوت بسبب الحرب، وكمان ان في قرية قريبة من المكان دوت هجمت عليه وحوش الدرومي. بيخلصوا اكلهم ويلاقوا الاكل طعمه جميل، وبيقولوا لهم الاكل طعمه لذيذ. وبيشوفوا واحدة، وكمان الواحدة دي تكون ام الاتنين اللي اتصابوا من شوية، وهم الحمد لله خدوا المصل وتعالجوا وخدوا الترياق. وهي بتقول لهم ان القرية من 27 سنة كانت مشهورة بالنقل البحري، وبعد ما نزل عمود ملح من السماء واتسمى بوتد الملح، ودوت كان بيحول اي حد واي حاجة لكتل ملح بيضة. وكمان ان امير القرية هرب وبقى في اعمال صخب وانتقادات، وفي ابطال ظهروا وقاموا بثورة وانقذوا القرية. وبعد كده بتحط وردة على حجارة وبتقول هنا تأسست دولة امبريا الشمالية. وبعد كده حفيدتها بتشكر لافي على انها انقذت ابوها وامها وجدتها وبتديها دمية. وبعد كده وهم ماشيين بيشوفوا واحد اسمه روغان، ودوت اللي اتكلمنا عنه وعن ظاهرة الشفق، وبيبقى في جنود بيقولوا عايزين ننضم لجنود الظاهرة، ولكن الجنود بتوعه بيضربوهم، والناس بتقعد تهتف باسمه روغان. وبيقول انه كان في بطل زمان اسمه وينسلت، ودوت اتخلى عن القرية وعن الدولة وهرب، وبيقول للافي انه جدها لان اسمها لافي وينسلت. والناس بتهتف باسمه مرة تانية روغان. بيقول ان الابطال ماتوا علشان كده لازم نعمل ثورة جديدة علشان يبقى في ابطال جداد. وبيقول ان الجمهورية خسرت من الامبراطورية، والامبراطورية استولت على دولة كروزبل،
ودي محتاجتش غير جندي بطل امبراطوري واحد. وبتبدأ الحلقة التانية من انمي اسطورة الابطال مع واحد اسمه روفوس البريا، وهو حاكم كروسبلت العام الاول، وبيعلن خطاب وبنعرف ان اسم الامبراطورية اللي انضم لها كروسبل ايروبيونيا اسم الامبراطورية، واسم الامبراطور بتاعها اسمه يوغن الثالث. وبينتهي المشهد الاول على كده، وبيبدأ مشهد لافي وهي بتتدرب وبتفكر في احداث الحلقة الاولى، بتفتكر كلام روغان ليها، وبيتجمعوا جنود حولها وبيستغربوا من قوتها في التدريب، وبيطلبوا منها بعض النصايح علشان يبقوا زيها، وهي بتقول لهم انه سيجاوبوا جيدا. دي النصيحة بس اللي قدمتها لهم. وتنتقل مشهد معانا لما كان قصر بالموند بالسابق، ودلوقتي بقى مسرح الفنون، وبيحيوا غلارك ومنقذهم، وبيبدأ عرض في المسرح وهو بيتفرج، وبينعقد اجتماع لليغر الشماليين، وبيتحدثوا عن انضمام كروسبل للامبراطورية، وبيتكلموا ان الامبراطورية بتحاول تحط خطة لتوحيد زيموريا الغربية، وبيقولوا ان ممكن يكون هدفهم التاني شمال امبريا ويضموها للامبراطورية. ونروح للمشهد التاني للافي وجندي اسمه تاليون، بيكلمها عن الجنود الجدد انهم معجبين بيها وبمهاراتها لانها كانت متدربة معاهم من 6 شهور بس. وطبعا زي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت، ولو انت ما شفتش الحلقة اللي فاتت روح شوفها علشان مش هتفهم اي حاجة من غير ما تشوف الحلقة اللي فاتت. وتاليون بيقول لها هم عايزين يتعلموا منك المزيد، فبترد عليه انها مش مناسبة علشان يتعلموا منها. فبتيجي إيسيريا وبتفاجئها من ظهرها تفتخر بيها، وفتاليون بيقول لها انها هربانة من شغلها كالعادة، ايه اللي جابها، وهي بتقوله انها ما يبينش ان هي كسولة وهي تمت واجبها في امان. ولافي بتتحدى تاليون على انها لو كسبته ان محدش يتحكم فيها، وبتكسب لافي تاليون في المبارزة. وبنرجع تاني لمشهد الاجتماع وهما بيقولوا لروغان انه اعلن للناس ان الابطال قد ماتوا، ودوت اهانة واضحة للسيد. فروغان بيرد عليهم وبيقول انه ما قالش غير الحقيقة، وفي واحد بيقول ان كلام روغان صح وان كل الابطال ماتوا ما عدا كلارك، واطلق عليه رمز شمال امبريا. وبيظهر مشهد وبنكتشف ان لافي هي البنت اللي كانت بتجري على جدها في الحلقة اللي فاتت. ونروح شوف الحلقة ومش هوصيك ونكمل. في سيارة بتتخطف بالجندي اللي فيها، وكانوا الجنود بيحاولوا يصحوا القائد مارتي من نومه التقيل، واستأذن تاليون من القائد انه يستخدم الانيغيميا. وبدأ القائد يفوق وبيحاول تاليون يوقف السيارة، وبتجري لافي على السيارة وهي مش لاحقاها، وبتطلع إيسيريا على مكان وبتضرب كويتش السيارة. وبنرجع للاجتماع بتاع ليغر مرة تانية، وبنشوف انهم بيتكلموا عن الهجوم الوقائي، لكن بيقول لها انا عارف انك بتجمعي الذخيرة والاسلحة، لكن ما نقدرش نهجم على الامبراطورية لاننا لو هجمنا عليها مش هنعمل حاجة غير اننا هننقذ اسد نائم. وقال لها الامبراطورية بتمتلك وحدة مجهولة، وبيقول لها ان روغان وحده هو اللي فريق استطلاعه اللي عارفين المعلومات ديت. وهي بترد عليه وتقوله ان في اشاعات بتقول ان الامبراطورية هي اللي قصدت تسرب المعلومات دي. وبيدخل عليهم بطل الاخير وهو كلارك، وبيقول لهم لننتظر ونرى. وبنرجع تاني لمشهد لافي وهم لسه بيطاردوا السيارة وبيحاولوا ينقذوا الجندي اللي في السيارة، والحمد لله بيستطيعوا ينقذوا الجندي اللي في السيارة. ولافي بتضرب على البرج علشان يقع ويمنع السيارة من التقدم، وبيقع على السيارة وبتنفجر. وواحد من اللي في الاجتماع ليغر بيخاف وبيقول ان البطل الامبراطورية بيهجم عليهم. وبعد كده بننتقل لمشهد لافي وكل اللي معاها وهم بيكلموا مع واحدة فيه بتقول انهم لازم يتعاقبوا على اللي حصل، ولكن سيريا بتتدخل وبتقول ان لافي هي اللي ساعدتهم علشان يتوقف السيارة. وتاليون بيقول ان لولا استجابتها السريعة لكانوا وقعوا في ورطة اكبر، وتقول للافي انها هتديها فرصة اخيرة انها تتسلل الامبراطورية علشان تعرف معلومات عن اللغز اللي بيهددهم وهو بطل الامبراطورية. وبتقول لها انها هتقبل المهمة دي علشان تنقذ شمال امبريا او ترجع لبلدها، ولكن لافي بتقبل وبتعلق إيسيريا وبتقول انها متأكدة ان لافي كانت هتوافق. وبتقول لجميع اللي معاها مع لافي بتقول لهم ان لازم هم الاخر يشاركوا مع لافي. وبيبدأ الحلقة الثالثة من انمي اسطورة الابطال في مشهد اللي انتهينا بيه المرة اللي فاتت، وكان في واحدة من اجتماع ليغر
وهي بتكمل كلامها زي ما عرفنا المرة اللي فاتت. فكانت بتقول اللي اسمها لافي انها تقبل المهمة ام تعود الى بلدتها، ولافي بتقبل المهمة علشان تنقذ شمال امبريا. والمهمة الاولى هي عبارة عن الانضمام الى حفل، وبينتهي المشهد الاول على كده. بنروح لمشهد ايسيريا وبنشوف القلادة غالية وبتكون ب 150 سنة، بتبقى إيسيريا نفسها فيها. وبنروح لتاليون وهو بيبص في المنظار وبيعلق على إيسيريا ومارتي وبيقول إنهم يبدون رائعون في الأزياء الاحتفال، لأنهم تحمسوا عندما عرفوا إن هناك احتفال. حتى إيسيريا كانت مهتمة بالملابس جدا لدرجة إنها هي اللي كانت بتختار الملابس للافي وتاليون. ولافي بتسأل تاليون إحنا هنا بنعمل إيه في الاحتفال وإيه علاقته بالإمبراطورية. بيرد عليها تاليون ويقول لها إنهم طلبوا منهم إنهم يحضروا الحفل على وجه التهديد. فبيطلب تاليون منها انها تاخد الوضع بجدية شوية علشان لو حصل اي حاجة لمارتي وإيسيريا جوه فيوفروا لهم الدعم. وبتسأل تاليون ايه الهدف من الحفل، وفجأة بيلتفت ما يلاقيهاش. وفجأة بنروح لمشهد لافي بتخرج للشارع وبتلاقي اطفال بيشتروا فشار من عربية الفشار، وبتروح طفلة بتعرض الفشار على لافي. وفجأة تاليون بيلاقي لافي في الشارع ماشية لوحدها ومعاها فشار، ويبدأ يعاتبها ويقول لها انتي ازاي غادرتي مكان الاحتفال. وفجأة طلعت تجري منه وهو بيجري وراها، وهو بيقول لها يلا نرجع الاحتفال في الفندق. فبيتزحلق وبيقع في المياه. وبتدخل لافي متجر ايس كريم بالصدفة مع بنات، وبتسألها اللي بتشتغل في المتجر ما هو طلبك. فبترد عليها وبتقول لها هل هناك وحش سبلاتر. وهي بتسأل لافي وتقول لها عندك كام سنة، وتقول لها لافي عندي 15 سنة. وبعدها بتجيب لها ايس كريم مكون من 15 طبقة، وبيلاقيها تاليون فبتقول له لافي تولى امر دفع ثمن الايس كريم وكان ثمنه 5000 ميرا. وبعدها لافي بتخرج وتاليون بيحاسب، وبعدها بيخرج تاليون وراها وبيشوف بنتين بيعجبوا بيه وبيبقوا شكلهم عايزين يتصوروا معاه. وبعدها بنروح للافي وفي 2 بيتكلموها، وواحد منهم بيمسك ايديها وتقول له شيل ايدك. وبيجي تاليون ويقول لهم انها تبعه، وبعدين الاتنين بيضربوه وتاليون بيقول لهم عايزين منها ايه. فبيمشوا وبيلف علشان يكلم لافي وما يلاقيهاش. وبنروح للافي وبتروح تتمشى وبتتفرج على عرض مسرحي للاطفال في الشارع، وبيكون العرض عبارة عن اسماك بتعيش في سلام في البحر. وفجأة بيظهر أسماك القرش بتهدد حياة الكائنات البحرية، وبيبدأوا يسألوا الأطفال هم عايزين ايه علشان يرجع سلام الكائنات البحرية. والأطفال بيقولوا عايزين بطل ينقذهم. وبعدين جابوا بطل وقتل القروش رجع السلام. وبعدين بنشوف مشهد ان المهرج اللي كان بيعرض العرض ويقول ان السلام محتاج لبطل زي ما الاطفال قالوا بطريقه شريره، وكانت لافي بتراقبه. ونرجع لمشهد ونشوف تاليون واخيرا لقى لافي ويقول لها اخيرا لقيتك، وبيقول لها لازم نرجع للحفل والفندق، وهي بتسكته علشان تراقب المهرج. والمهرج بيقول للي معاه اسعوا لنرى بطلهم في الحفل وهيا ننتقم. وبيقول ان الفندق بيتجمع فيه في الليله دي تجار الفاسدين، وكان من مخططاته انه يفجر الفندق وكل اللي فيه ويبدأ بتنفيذ خطته. ومع بداية العرض بيدخل المهرج من الشباك وبيستسمحهم انه يعرض العرض بتاعه ليهم لانه هو مهرج تعيس. وبتدخل لافي وتضربه وتبدأ المعركة ما بينه وما بين لافي، وبيفتح الجاكيت ويكون في جيوب الجاكيت قنابل، وبيبدأ القتال بينه وبين لافي. وبعدين بيوقع لافي على الأرض، وبعدين بيقعد يرمي قنابل على الناس، ولافي بتستغل الفرصة وتضرب رصاصة على النجفة تقع عليه. والناس اللي في الاحتفال بيدوا لافي القلادة اللي عمرها 150 سنة، ولافي مش مهمة بالنسبة لها القلادة دي وبتديها لإيسيريا. وبعدين بيسلموا المهرج للشرطة وبيخرجوا ويتمشوا وهم فرحانين بالانتصار اللي حصل. وبتظهر واحدة في نهاية الحلقة مش عارفين هي مين، بس هي بتكون ظهرت في حلقة قبل كده وهي الحلقة التانية اللي فاتت على طول. بتبدأ الحلقة الرابعة من انمي اسطورة الابطال بمشهد بيكون فيه لافي وتاليون ومارتي وإيسيريا في قطار، وبيقولوا انهم راحوا مدينة اوردس ثم غادروها واتجهوا الى مدينة راكويل، ثم راحوا منها لكي يذهبوا الى العاصمة الامبراطورية هيمدالر، ويروحوا منها ليذهبوا للعاصمة الصناعية روري. وبيقولوا انه كان في سلالم متحركة في كل مكان، وكان في مصاعد بتتحمل عدة اشخاص في نفس الوقت. بيقولوا
إنه لكل مكان عدوا عليه ذكرهم بمدى ثراء وقوة الإمبراطورية، وكانت كل مدينة كانوا بيعدوا عليها كانوا بيتحدثوا عن بطلهم. وكان مارتي بيقول إنهم لم يمتلكوا أدنى فكرة عن البطل الإمبراطوري حتى الآن. بتعلق إيثيريا وبتقول وهي بتبص في المجلة وبتقول إن في هذه قرية جبلية مكان لازم على كل العذراء تروح تذهب إليه، وبتقول إنه هو الينابيع الحارة. بينتهي المشهد الأول على كده، ونروح لمشهد ويكون فيه كل من لافي وتاليون وإيثيريا ومارتي ووصلوا للينابيع الحارة. وبتتكلم إيثيريا وبتقول إنه في أسطورة إن الينابيع دي بتقدر تشفي الأمراض، وبتقول إنها مفيدة للبشرة أيضا وما بيلوش حد. فبيرد مارتي ويقول إنه ممكن يكون مش الموسم بتاع الينابيع، بتكون الينابيع مجمدة. وإيثيريا بتقول انظر يا لافي إنه أجنحة العنقاء سنبات هنا الليلة. فبيرد تاليون إن هذا مكان ثمنه أكثر من النزل الأخير ب10 أضعاف، وهي بتقول إنهم هيقعدوا الليلة واحدة بس. فبيرد تاليون ويقول لها منين سوف نحصل على الميرا من أجل هذا. فبترد عليه إيثيريا، بترد على تاليون ومارتي وتقول لهم إنهم ممكن يخيموا في الخارج. فبيدخلوا وإيثيريا بتبقى حاسة ببرد، ومارتي بيقول إن الينبوع الحار بارد ومجمد باستعجاب، وبيقول أن يقوموا بتنظيف أنفسهم قبل الدخول. فبيرد مارتي ويقول علشان كده احنا شفنا 2 مستعجلين. شوف إيثيريا لافتة مكتوب عليها يمير المانجو، وهي بتقول لنفسها إني أريد أن آكل واحدة منها. فبتقول للافي إنها لذيذة لدرجة أنك يجب أن تأكلي واحدة وتتذوقيها قبل أن تموتي. وبتسأل إيثيريا العاملة التي تعمل في الفندق كم ثمن واحدة منها، فبترد وهي تحرك رأسها. فبيقول تاليون يبدو أنها نفدت. فبتقول إيثيريا ماذا ولماذا؟ فبيرد واحد إنه الحقيقة إنه أصبح المكان بارد ولا يمكنهم تبخير يمير المانجو، وإن الينابيع بتمر على يمير المانجو فبتعطيها مذاق رائع. فإيثيريا بتقول إنها كان نفسها تقعد في الينابيع الحارة وكمان تأكل يمير المانجو. فبيكملوا وبيقولوا لهم إنه لو حلوا المشكلة لأنها صعبة لوجود وحش في المنابع فهيدولهم يوم كامل ببلاش وكل الخدمات ببلاش. فبتتحمس إيثيريا وتقول إنهم هيحلوا المشكلة، وبتقول إنها هي ولافي هيشوفوا إيه المشكلة ويحلوها. وبتاخد معدات حفر وكمان سلاح معاها وذخيرة، وبتاخد طلقة رصاصة مصنوعة خصيصا وبتقدر تخترق أي حاجة معاها. وبتقول إنها سوف تكون ثقيلة ولكن السلامة أو الندامة. وبيبدأوا كل من لافي وإيثيريا يتحركوا وبيوصلوا للمنابع بتاعة الينابيع، وبتكون المنابع مجمدة كليا. وبتشوف لافي شيء بيلمع وبعدها بيبدأوا الحفر. فبتطلق لافي شيء وتسألها إيثيريا إيه ده؟ بترد عليها وتقول لها إن دوت مطهر أعطاه مارتي لنا لكي عندما نصاب نضع منه. وهي بتطلقه على الجليد وثم بتولع نار ترمي النار على الجليد. فإيثيريا بتقول لها يجب علينا الانتظار حتى ينطفئ النار ثم نقوم بكسر بلورة الكسبتيوم. فبيطلع الجليد وبيحبس إيثيريا، وإيثيريا بتقول إنه هذه هي نهايتي، وبتسأل كام من الوقت عدى وأنا محبوسة. فبترد لافي وهي بتتحدث معاها من الهاتف إنه عدت 3 دقايق و23 ثانية، وبتقول لها إنه مش جليد، إنه وحش متنكر بهيئة الكسبتيوم وهو وحش معدني بيندمج مع الكسبتيوم. بتضرب لافي على الوحش رصاص لكنه ما بيحصلوش حاجة، دوبك بتخترقوا الرصاصة وبتقف في النص. وإيثيريا بتقول لها إنه في رصاصة في الشنطة مصنوعة من نوع خاص خصيصة لتخترق أي شيء، ودي اللي طبعا اللي حطيتها في الشنطة وقت لما كانت بتقول السلامة أو الندامة. وبتقول لها إنها تاخد الرصاصة، وبتقول إيثيريا للافي إنها تتسلق الجبل. وطبعا لافي تتسلق الجبل وبتثبت نفسها بحبل وبتقف وتثبت المسدس ويقعدوا يتكلموا مع بعض. فتقول لها موضوع كده وتقول لها احنا ليه انضمينا للييغر، وبيقعدوا يتكلموا. وفجأة بتقول لها احنا هنعد مع بعض ونضرب في نفس الوقت على الماسة
اللي هي مصدر قوة الوحش، وإيسيريا بتتفق معاها إنهم هيضربوا في نفس الوقت يعني، وبيعدوا لحد 3 وبيقولوا 3 2 1 وبيضربوا على الماسة، فبتتحرك إيسيريا وبيعود الماء الحار مرة أخرى، وإيسيريا بتشوف الوحش إن هذا الوحش السيء. وبعدين بيعودوا للمنزل مرة أخرى، واللي بيشتغلوا في النزل سعداء لنجاح مهمة لافي وإيسيريا، وبيبقوا قاعدين في الينبوع الحار كل من إيسيريا ولافي وتاليون ومارتي. ولكن إيسيريا بتكلم لافي وتقول لها تذوقي يا مير المانجو، وبتقول لها لافي إنه لذيذ، يجب علينا تذوق واحدة قبل أن نموت. وبنروح للناس اللي كانوا في اجتماع ليغر، وبتكون اللي بعتت لافي للمهمة بتقول حسنا سأجعل فرقة مارتن تتجه إلى ليغرا في الجنوب تاليا، وبتقول مفهوم أيها السيد غلارد. بعدين بتكلم واحد وتقول له إن هذا ليس كافيا. تبدأ الحلقة الخامسة من انمي أسطورة الأبطال بمشهد كده بيكون فيه لافي وتاليون ومارتي وإيسيريا في القطار، وبيقعدوا يقولوا ان احنا لسه ما كملناش مهمتنا، لسه ما عرفناش مين البطل الامبراطوري، لسه ما نعرفش هو مين حتى، ولا شفناه حتى، ولا نعرف عنه معلومة واحدة، فلازم نكمل مهمتنا ونعرف مين ده. هما بيبقوا لسه في القصر، وبيبقى في واحد عامل صوت كده وبيتذمر ومتضايق على حاجة كده احنا مش عارفينها، وبيبقى كل الناس بصيتله ومستغربين مين دوت، وبيطلع نبيل من النبلاء وبيبقى متذمر على حاجة احنا مش عارفينها، وبيقعدوا يبصوا كل الناس، وبيقف القطر فجأة وما نعرفش ليه وقف، وينتهي المشهد الاول على كده. نرجع مرة تانية وبيكون كل الناس نزلوا عشان يشوفوا ايه اللي مخلي القطر يقف، وبيلاقوا ان الطريق مسدود وفي سد عملوا الوحوش، وبيقعد النبيل بيقول ما ينفعش نبعت ناس يجيبوا لنا مساعدة من المدينتين اللي احنا واقفين على حدودهم. فبيردوا عليه الناس اللي معاه ويقولوا له ما ينفعش، لان كده هنحتاج فترة طويلة وهنفضل قاعدين كده فترة طويلة في الصحراء ومش هنعرف نتحرك، وهنفضل قاعدين من غير اي لازمة، فلازم نشتغل احنا ونشيل السد دوت علشان نقدر نعدي. وبعد كده بيبدأوا الناس يشتغلوا وهم مستغربين مين دوت عشان يقف وما يعملش اي حاجة ولا يشتغل معاهم، وبيكتشفوا ان هو نبيل من النبلاء. وبعد كده بتتشق الارض من تحتيه وبيبقى هيقع، فلافي تيجي وتزقه وبتقع مكانه. وبعد ما بتقع إيسيريا بتبقى مخضوض عليها وقلقان عليها، وبتقول هل هتكون بخير ولا لأ. وبعد كده بنروح للافي وهي وقعت وبيجري وراها وحش وبتحاول تهرب، وبتسمع صوت بيقول لها انزلي بسرعة، نطي بسرعة، دي فرصتك الأخيرة، وهي بتسمع الكلام وبتنط. بعد كده بتشوف واحد وواحدة، والواحدة اللي معاها دي بتكون ظهرت من كده في الحلقة الثانية في آخرها، بيقعد يحكي معاها ويقول لها ان الوحوش هي اللي سدت الطريق اللي دخلوا منه، فمش هيقدروا يخرجوا دلوقتي ولازم يقضوا على الوحش الاول. وبعد كده بيقعدوا يتكلموا، وبعد كده بيروح معاها وهما رايحين يصطادوا سمك قبل وحوش وقعدوا يقتلوهم، وبعد كده اصطادوا وبعد كده شووا الاكل، وبعد كده قعدوا ياكلوا، وقعد يتكلم معاها شويه وقال لها ان هل الدميه دي وقعت منك؟ فقالت له ايوه وقعت مني، والدميه دي تبقى اللي اديتها لها البنت الصغيره اللي قالت لها شكرا انك نقذتي جدتي وبابايا ومامتي، وطبعا بيديها لها وهي بتقول له شكرا. هو بيقول لها الحمد لله انها ما اتجرفتش مع المياه، وهم عمالين ياكلوا وهي انبسطت منه، فبتقول له لافي، فبيقول لها ايه؟ فبتقول له اسمي لافي. فبعد كده وهم ماشيين هي بتلاقيهم اتأخروا ومش عارفين يخرجوا، فهي بتتضايق وبتقول في نفسها انا يغر شمالية وما عنديش وقت ولازم امشي واحاول اخرج بنفسي منهم مش عارفين يساعدوني، وبيحاول تخرج وبتمشي وتسيبهم. فجأة بيهجم عليهم وحش، هو وهي الشخص اللي احنا مش عارفينه دوت والبنت اللي ظهرت في اخر الحلقة الثانية بيهجم عليهم وحش. وبعد كده بترجع لافي مرة تانية وهو بيقول لها ايه اللي جابك هنا مرة تاني؟ فبتقول له انا لا اقبل الهزيمة. وبعد كده بيقعدوا يضربوا في الوحش لغاية لما بيدوله على اسنانه وبيقع ويموت. وبعد كده بنطلع مرة تانية لفوق عند النبلاء وكده، وبيكونوا لسه بيشتغلوا، وبيبقى النبيل بيقول لهم احسنتم. وبعد كده واحد طفل صغير بيجي يكلمه وهو بيقول لازم يساعدهم، فطبعا النبيل بيتأثر وبيقوم يساعدهم، وهما بيساعدهم بينجزوا العمل وبيخلصوا بسرعة. وبعد كده هما اول ما يخلصوا بتطلع لافي هي واللي معاها، بس اللي معاها دوت بيبقى واقف بعيد، وهي بتقف وبتبقى معاها سنة وحش، وسنة الوحش دي بتبقى لونها احمر، وبيبقى النبيل بيقول لها دي سنة الوحش اللي احنا بعتنا عشان نقتله، انت شاطرة قوي انك قتلتيه، وادالها مكافأة. وهي طبعا المكافأة المالية دي لافي ما بتتأثرش بأي مكافآت وتقوم رامياها، فبيمسكها مارتي بسرعة وبتبقى إيسيريا بتقول لها انت غبية ولا ايه؟ الفلوس دي احنا ممكن نجيب بيها
كذا تذكرة في رحلتنا دي. وبعد كده بيظهر مش وحش واحد، بيظهر اكتر من 3-4 وحوش وبيبقوا هيهجموا على الناس. وبيبقى الشخص اللي كان معاها تحت ومنقذها بيطلع ويقول انا هحمي كل الناس، ما ينفعش اسيبهم وانا لازم اقتل الوحوش دي. وبيبقى كمان النبيل بيقول انا حاسس اني شفت الشخص ده قبل كده. وبعد كده هو الشخص ده بيستدعي الدرع بتاعه، بعد كده بيركب الدرع وهو بيبقى هو الفارس الاسود اللي هو البطل الامبراطوري. وبعد كده لوفي بتتضايق وبتقول طول الوقت كان معاه قصادي وانا ما عرفتش اعمل له حاجه. وبعد كده هو بيقتل الوحوش وبيبقى النبيل عرف هو مين خلاص، الشخص وبيشكروه على ان هو ساعدهم. وبعد كده تبقى لوفي متضايقه بتقول هو كان قصادي طول الوقت اللي هيدمر شمال امبريا، موجود قصادي طول الوقت وانا ما قدرتش اكلمه حتى ولا اعمل له اي حاجه. وكانت متضايقه جدا وقعدت تعيط وتبكي. مارتي وإيسيريا وتاليون بيقولوا لها احنا كده خلاص خلصنا مهمتنا، عرفنا مين هو البطل الامبراطوري ولازم نرجع مره تانية لبلدتنا اللي هي شمال امبريا. وهم ركبوا القطار مره تانية ولوفي بتقعد تقول هل ستكون هذه نهايه رحلتي، وهي بتبكي وبتقول هل سأعود مرة أخرى لبلدتي، وهي بتبكي برضه. وتبدأ الحلقة السادسة من أنمي أسطورة الأبطال بمشهد بتكون فيه لوفي بتحلم بكل الحاجات اللي حصلت معاها في الحلقات اللي فاتت، وبتشوف كمان مشهد جدها لما كانت بتجري عليه، وكل المشاهد اللي حصلت في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. كل الحلقات اللي فاتت كانت بتحلم بمشاهد منها. وكمان بتشوف قصادها البطل الامبراطوري وبتصحى مخضوضة وهي متضايقة زي ما عرفنا المرة اللي فاتت. وبينتهي المشهد الأول على كده، يكون في لوفي وإيسيريا وتاليون ومارتي ماشيين، وإيسيريا بتقول لقد وصلنا أخيرا. وبعد كده بنشوف واحد، والواحد بيكون اسمه ريكتال أراندول بيقعد يكلمهم ويقول لهم اليغر الشماليين لهم سمعة كبيرة في هذه البلاد. فهم بيقولوا لا احنا مجرد سواح. وبعد كده هو بيقول لهم ان اليغر الشماليين لهم سمعة سيئة 100%. وبعد كده بننتقل فاكرين مين اللي هو لوفاس ألبيريا بيكلم واحدة وهي بتاعت الكبيرة بتاعت الجنود بتوعه، وبتقعد تكلمه وبيقعد يكلمها ويقول لها احسنتي. وهو بيقول لها ان اي مساعدة واي استشارة عايزة تستشيره فيها تجيله هو علشان هو هيقدر يفيدها. وبتقول له انها عايزة نصيحة دلوقتي، وبتقول له ايها الحاكم العام كيف ستلعب اوراقك ضد شمال امبريا؟ بيقول لها الجواب سهل للغاية. بعد كده بيقعد يتكلم معاها وبينتهي المشهد على كده. وبنرجع تاني للوفي وإيسيريا وتاليون ومارتي، ويبقى الشخص اللي بيكلمهم بيقول لهم انه هياخدهم معاه بهدوء، فهم بيقوم بيعترضوا. وهو كمان بيقول لهم ان لوفي جدها وينسنت، فهو بيقول لها انك لوفي وينسنت. فهم كل اصحابها بيتفاجئوا ما عدا مارتي لانه كان عارف، لانه هو القائد الاعلى بتاعها. فكل اصدقائها من إيسيريا وتاليون بيستغربوا ومش عارفين هو بيقول ايه. وبعد كده بيقول للفتيات اللي معاه انهم يمسكوا بيهم بس من غير حماس شديد علشان ما يعملوش كوارث. فهم طبعا بيبداوا يهجموا عليهم، هم بيحاولوا يهربوا منهم وبيعملوا حبة دوشة وصخب، وبيبقوا كل واحد بيحاول يهرب منهم. فبيحطوا خطة ان هم يهربوا منهم كل واحد من اتجاه، وهم طبعا بيجروا ورا لافي لانهم عايزين لافي. بيجروا وراها هما الاتنين الفتيتين ويروحوا عايزين يمسكوها وهي بتقف فوق قطار. وبعد كده بتسمع صوت قطار جاي وهم خلاص الفتاتين قربوا يمسكوها، فبتقوم نط عليه بسرعة وبتيجي فتاة من الفتيات بتجري وراها. وبعد كده بتنزل على القطر علشان ما تتخبطش في الحيطة. وبعد كده الفتاة اللي معاها على القطر بتتخبط وبتنجو منهم بأعجوبة. وبعد كده بيروحوا يتجمعوا مرة تانية. بنروح لمشهد في مارتي وهو بيفتكر كل الحاجات اللي كانت معاه زمان. وبعد كده بيتجمعوا مرة تانية اللي هو مارتي ولافي وإيسيريا وتاليون وبيقعدوا يتكلموا. تاليون متضايق وبيقعد يتكلم مع مارتي وبيقعدوا يتكلموا مع بعض فترة طويلة. وبعد كده بننتقل لمشهد وبيكون فيه روغان والقائد غلارك اللي هو البطل بتاع زمان، وبيبقوا قاعدين وبيقعدوا يتكلموا، وروغان بيغريز في غلارك وبيقعد يكلمه ويبقى عايز يضايقه. غلارك ما بيتأثرش وهو بيستهزأ بيه وبيقول له اني خطة انت عايزها. فبيقول له احنا المفروض نجمع كلنا جيش الشمال امبريا يهجموا على واحدة من الامبراطورية ويحاولوا يدمروها. فهو بيرد عليه وبيقول له لن نستمع للأحمق الذي يحاول تدمير اي واحدة.
وبعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه لافي وإيسيريا وتاليون ومارتي قاعدين، وفجأة بيسمعوا صوت حاجات من فوق في السماء. بعد كده بيلاقوا إن الفتاتين لقوهم مرة تانية وبيجروا وراهم وهما بيحاولوا يهربوا. وبعد كده الفتاتين بيبقوا هيمسكوا مارتي، ومارتي بيحدف عليهم قنبلة صوتية. وبعد كده بيقعدوا يقولوا احنا مش شايفين حاجة، احنا شايفين نجوم. وبعد كده بيبقوا هما هيمسكوهم بس هما بيهربوا منهم وبيستخبوا. فمارتي بيقول للي معاه هيعمل نفسه طعم ويضحي بنفسه من اجلهم بس هما يهربوا. فلافي ما بترضاش وبتبقى هي اللي عايزة تخرج وتواجههم، بس مارتي بيقول لها لأ وبيخرج هو. وبعد كده بيبقى هو اللي مسكوه فتاتين وهما بيهربوا. بعد كده بيسمعوا صوت فرقعة وبيبقى هو مارتي، وبيبقى هما خايفين عليه، بس لافي بتبقى عايزة ترجع، بس اللي معاها إيسيريا وتاليون بيقولوا لها لا ما نرجعش، هو طلب مننا ان احنا نهرب فاحنا نهرب ونسمع كلامه. وبعد كده وهما بيهربوا بيبقى مارتي خلاص رصاصه خلص، وبيبقى خلاص استسلم وقال لهم انا قد استسلمت هيقبضوا عليا. وبعد كده هو بيبقى اللي معاهم اللي مع الفتاتين بيقولوا انا عارف انك عملت كده وعملت نفسك طعم عشان تهربهم، وبيقولوا بس هم هربوا لافي وإيسيريا وتاليون. فبيرد عليه ويقول له لا ما تفتكرش ان هم هربوا. وبعد كده بنروح لمشهد بتكون فيه لافي في القطار وبتقعد تقول ماذا يجب علي ان افعل وماذا سيحدث بعد الان.